أسامة، بعد ضمان التأهل المبكر بعد جولتين وضمان التأهل، الآن تحضروا لثالث مباراة اللي راح تكون مباراة تأكيد بأنه المنتخب جاهز من أجل الذهاب بعيدا في هذا المنافسة. ان شاء الله حنا نحضروا في المباراه هذه كما حضرنا المباريات الاثنين اللي فاتوا، نحضروا بها نفوزوا بها بها نتاهلوا ب9 نقاط ان شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للمنافس أكيد راكم تحضروا له، أكيد صحيح هو راهو في آخر الترتيب ولكن الحذر مطلوب. وش النقاط حنا القوة والضعف اللي نحضر وقفتوا عليها؟ حنا نحضروا ديما لي ماتش اللي نلعبوهم لازم نفوزوا بهم ان شاء الله. ان شاء الله. وش وقفتوا على المنافس تاع غينيا الاستوائية؟ احنا اليوم ان شاء الله نشوفوا شويه غينيا مع ستاف ان شاء الله، ونحضروا لهم مليح باه نفوزوا ان شاء الله. إن شاء الله. غينيا كنعرفوا انه في الرتبه الاخيره اكيد ما كتصوروش خسور، يعني الاكيد عندكم هذه النظره. احنا المنتخب الجزائري على كل حال ما عندناش فريق صغير وفريق كبير، كامل راح نمدوا افون باه نفوزوا، والفرق اللي راح تلعب ضد الجزائر كامل راح تكون واجده 100%. صح صحيح.